السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله كده وفي افضل حال. وحشتوني. النهارده بقى قلت الرشاد احنا هفتانين يا ابني. اي نعم بناكل فراخ بيضه وبناكل لحمه، بس عايزين ناكل حاجه بلدي. قمت جايه ماسكه ايه فرخه كده من اللي بيبيضوا عندي. ولسه ذبحها اهو. الفرخه دي يا جماعه تشوفوها وهي صاحيه، هنزل لكم صورتها ان شاء الله قولوا معايا في الغلاف وكده. آه اسمها ايه؟ بتطلع عليها في الغلاف ولا بتطلع عليها في ايه؟ المهم ما علينا، انتوا عارفين اميره وكلامها كتير. مسكتها بقى عشان تفتاه وخلتها زي العسل اهي. شايفين؟ ده البيض اللي طالع منها، وده الايه كبده ولونس. غسلها بقى بدقيق وملح وليمون ومظبطاها بقى وايه، وخليها زي العسل كده حلو الكلام، حلو الكلام. قلت الرشاد نطبخ معاها ايه؟ عندنا بسله وعندنا كنت جايبه جزر من السوق. يا ابني نعمل بسله، قال لي لا انا عايزه اكل البتاع ده، ما بيعرفش اسمها على فكره. هو بيقول لي الصغيره والكبيره، بيقول على الفاصوليا اللي هي الناشفه بيقول الكبيره، بيقول على اللوبيا الصغيره، فبقول له انا عايزه اكل من الصغيره دي اللي هي اللوبيا دي. فقلت بقى نعمل شويه لوبيا اهو، ونسلق الفرخه ونعمل شويه رز معمر كده يستاهلوا بقى. ايه رايكم بقى في العبايه بتاعت الجديده دي؟ ايه رايكم؟ دي ذوق رشاد بصراحه. ها بصوا، هي من هنا كده المفروض اصلا الطرحه بتخش جوه العبايه والايه، وديت بيبقى لها طوق كده. بس انتوا عارفين بقى ان انا بتخنق وكده، فانا ايه، وهي لها كده من هنا، من عند الصدر من هنا لها كورنيشه كده ولا اسمها ايه كده. ومن هنا ومن على الظهر من ورا بقى ايه، في شغل برضه. ايه رايكم؟ حلوه؟ ده ذوق رشاد. في طالع بقى الجديد اللي هو ايه ساده ده بقى، وبصراحه تحفه. بس لسه ان شاء الله بروح اجيب لي عبايتين. حطوا اللايك والاشتراك اللي ما اشتركش، وحطوا اللايك اللي شايفانا وما بتحطش اللايك. ويلا نقول بسم الله. اول حاجه خالص كده هنسلق الفرخه بتاعتنا عشان خاطر ايه، لو خدت سوا ولا حاجه. انا كده قايده ميه اصلا عشان خاطر اللوبيا. نحط بقى اللوبيا هنا على العين دي. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب الايه، اللهم صل على محمد. نحط الحله. انا بحب اشوح الحاجه بتاعتي يا جماعه، سواء فراخ او لحمه او اي حاجه، بحب اشوحها بصراحه. مش بحب الحاجه تبقى تتحط فيها مسلوقه كده. عند اختي بصراحه تحب تحطها مسلوقه، انا الوحيده في اخواتي احب اشوح. بحب اشوح الحاجه بجد يعني، معرفش بتفرق معايا في طعم الشوربه. اللهم صل على محمد. معايا هنا بقى معايا طماطمايه اهو، كده طماطمايه نقطعها كده تخلي طعم الشوربه زي العسل. كده الطماطمايه ومعايا فلفل. يا حاج سلام على الجماعه. السلام عليكم. ايه اخبارك؟ ايه كله سمسمة. كنت تقول لهم ما بعرفش ما بين الفاصوليا واللوبيا دي. والله العظيم يقول لي بالصغيره ولا بالكبيره؟ انا ما اعرفش اساميهم، دايما بتلخبط منهم. هي تقول لي مثلا هناكل ايه، اقول لها اي حاجه بقى يا ابني قول، اقول لها هات الصغيره هات الكبيره حسب بقى ما نقول بقى. يا رشاد جوزي ده والله العظيم يا ولاد عليه كلام. عليها كلام يا ناس ولا الكلام، كلام ولا الكلام. حطيت حته خضرا كده وحته حمرا اهي، ومعايا بصلايه نقطعها برضه عشان اخد شويه شوربه حلوين كده اهو. بحب شوربه البلدي قوي يا جماعه بصراحه. بحب شوربه الفراخ البلدي قوي او البط او اي حاجه يعني. والله احنا كان عندنا امبارح اللهم صل على محمد لحمه جزار. بس بصراحه قلت لازم النهارده اذبح فرخه كده. ثم هما ما عادوش بيبيضوا قد كده يعني. البيض اللي جواه ده انا ما اعرفش كانت عينها جوه زعلانه مننا ولا ايه. بسم الله. ننزل بالفرخه بقى كده والكبده والقرصه. والبيض ده انا بحطه بقى لما الميه تغلي خالص وكده بروح جايه ساقطه البيض ده فيها يستوي اكله كده اول وقفه على على البوتاجاز، ما بسيبوش يعني غريب. مش هحط الملح لان انا مش عارفه هي هتاخد سوا ولا لا. واخدين بالكم معايا؟ انا حطيت شويه فلفل اسود وهحط كمان شويه همط على الفرخه، لكن مش هحط الملح الا لما هي تستوي عشان مش عارفه هي هتاخد سوا ولا لا. ماشي. وانا قايده هنا على الحله التانيه فيها ميه عشان اسلق الايه اللوبيا. اغسل لك ايه، عشان لك الرمان
جايب رمان والله يا جماعه من السوق. لسه بقى له واكتر حاجه في حياتي تزهقني تقشير الرمان، ما بلمسوش، بسيبه في التلاجة زي ما هو في الطبق بتاعه. هنعمله عصير النهارده. فقلت له بقى قشره هو يعمل لنا شويه عصير كده. خلينا شويه لبن من. اغسل اللوبيا وارجع له. ماشي. تعملوا باللبن؟ اه. هيعملوا الرمان باللبن، عك ايه معرفش، ما علينا. بصوا حبايبي خلاص حطيت اللوبيا هنا تتسلق اهي. غسلتها وحطيتها تتسلق. على فكره احنا بننقيها قبل ما نخزنها، يعني بنجيب الاتنين 3 كيلو كده وبعدين بنقيها كويس وبعدين اعبيها في اكياس وهنا في في درج من الادراج بتاع الفريزر تفضل معايا بقى بتعيش بالكام سنه ما بيجرالهاش حاجه. اهم حاجه تنقيها كويس قبل ما تخزنيها. وهنا بقى الفرخه هنزودها. بسم الله. ايه يا امو؟ الانبوبه عملتها فينا دلوقتي. اه اطلع الحق الانبوبه وهات يا الانبوبه. دوبك قفلت معاكم عشان خاطر نغير الانبوبه. لقيت النار كده مش اللي هي، قلت له تعالى الحقني بقى. النار عشان خاطر كده لازم هدس، فلازم الفرن يبقى عالي، ناره عاليه. لا في ناس عارفه بس. هزودها بس عشان خاطر الفيديو ما يطولش. زودتها كده يا حبايبي ونجيب بس المعلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. سيبها بقى هي تغلي كده وتستوي مع نفسها، ولما تستوي نحط لها الملح. نغطيها. ومعايا هنا اللوبيا برضو بتغلي اهي. عايز ايه؟ طبق ايه؟ ملوخية؟ انا مخزنه ملوخية ورق كده يا حبايبي في الفريزر، عايزه اعمل له برضو طبق كده بالشوربه ديت، لان الشوربه بتاعت الحاجه البلدي بتبقى ريحتها حلوه بصراحه يعني. تعالوا بس ندس كده مع بعض، نعمل شويه رز معمر كده عشان نحطه في الفرن، عشان رشاد بيقول لي انا مش عايزه الاكل موحوح. عارفين البقدونس ده يا حبايبي بقاله 4 ايام، والله بقاله 4 ايام، بس حطاه في ميه بسكر، يعني حطاه تحت هنا بميه بسكر اهو، وحاطه الجذور كده فيه يفضل معاكي اخضر كده في المطبخ. والله ما حطيتوش حتى في التلاجة، بقطع منه باخد منه العود واعمله السلطه، اعمله على اي حاجه بيبقى زي العسل. شايفين منظره؟ والله بقاله ازيد من 4 ايام. معانا بقى الرز اهو. بسم الله. هو اللبن فين يا حاج؟ انا غاسله الرز ده على فكره، هتلوه يعني نافش شويه كده لان انا غاسلاه بقالي فتره، بقالي اكتر من ربع ساعه. شكرا جزيلا. نجيب بس الملح. بسم الله. ملحي بقى حسب ما انت تحبي، عشان خاطر برضو في ناس ما بتحبش تحط للرز المعمر ملح يعني. من ضمن اختي برضو ما بيحطوش للرز المعمر ده ملح خالص، واخدين بالكم معايا؟ وفي ناس برضو ما بتحطلوش ملح. احنا لازم نحيقه، يعني لازم نطعمه كده. ام الله يرحمها كانت تقول حيقيه، يعني لازم تحط له ملح وكانك بتعملي رز على البوتاجاز عادي خالص. بس الفوطه ايه رايكم في الجمال ده؟ حطه بقى في الفرن، كل ما اجي اقلبه يندلع، معرفش هو بيعاندني ولا ايه. اهم حاجه تقلبيه كويس وتدلقي كده وانت بتقلبي، ما دلقتيش كده يبقى ما انتش تضحك عليا يا رشا، تضحك عليا. شويه فلفل اسمر دولت حطه بقى في الفرن وياخد له كوبايه ولا كوبايه ونص من الميه. بصوا يا حبايبي، لو انت مثلا حاطه كوبايتين 2 رز، هتحط كوبايه وربع من الميه وكوبايه الا ربع، كوبايه وربع من اللبن وكوبايه وربع من اللبن وكوبايه الا ربع من الميه،
يعني التلات ارباع لبن والربع ميه. لازم تحط ميه، ما تفكروش ان هو شطاره ان انت تحط كله لبن وتقولي لا عشان يبقى حلو، لا كده حبايه الرز بتاعتك هدفع اللوبيا يا حبايبي، عشان خاطر اللوبيا بتاعتي ما بتاخدش سوا كتير، يعني اللوبيا خلاف الفاصوليا. ما تقولش لو حطيته كله لبن هيبقى حلو، لا كده هيطلع معاكي طري مش مستوي. اللبن بيطعم والميه بتسوي الحاجه، واخدين بالكم معايا. وبالنسبه للوبيا برضو انا بقول المعلومات دي كلها عشان خاطر حبايب قلب الصغننين كده اللي زي حالاتي لسه صغيره برضو يعرفوا المعلومات دي. اللهم صل على محمد. اللوبيا ما بتاخدش سليق كتير، يا دوبك تغلي غلوتين وتطفى عليها. الفاصوليا تغلي لها 10 دقايق وبعد كده تطفى عليها وتسيبها في الميه بتاعتها قيمه ربع ساعه. ليه يا اميره؟ عشان تستوي معاك وتبقى زي اللوبيا كده، تبقى زي الموميا. زي اللوبيا ولا زي الموميا؟ اللوبيا. يلا احط الرز في الفرن ونيجي نصفي اللوبيا مع بعض. نحط شويه زيت. بسم الله. مش عارفه كتفي وجعني مره واحده كده يا حبايبي، مش عارفه، حاسه ان كتفي وقع مني مره واحده كده. ننزل بالبصل هنشوحه بس مش من انتوا عارفين انا ما بحبش احمر البصلايه عشان ما تعملش حموضه. يعني البصلايه بتاعتك خليها تدبل بس، يا دوبك تدبل. حط لها حاجه بسيطه كده من الملح عشان تسرع انها تدبل معايا. تعالوا معايا كده بقى عشان خاطر نعمل لنا شويه صلصه. معايا الطماطم هنا انا منضفاها بسم الله. هبطت يا ولاد، هبطت. قلت اما كله 7 ونص كده انا هبطت. بص على الفراخ كده خلاص غليت اهي. نحط بقى عليها النار خالص، سيبها تستوي مع نفسها. اهم حاجه اي طيور عندك او حتى لحمه الجزار توطي عليها النار، تاخد منها سوا كويس وطعم حلو. الشوربه بتاعتها تبقى مسكره، تبقى عسل نحله كده. انما تعلي النار تقعد وقت كبير في الفرن في السوا. واللهم صل على محمد. وما تستويش على طول وتخلص لك الشوربه بقى ترجعي تزودي تاني، مبقاش لها طعم. انت زودت ميه التكات كلها خلي بالك منها. معايا البصلايه بقى بشوحها اهو، سيبها بس لما تدبل كده وبعد كده ننزل عليها بالصلصه نسيبها تتسبك بقى مع نفسها. البصلايه بتاعتي دبلت خلاص ودخلت على اللون الاصفر. انا كنت بتكلم في التليفون. بسم الله. ننزل بقى بالصلصه بتاعتي. الطماطم دي ياما حبايبي، بس انا بسبكها كتير واقسم نصها وبعد كده استخدمها في اي طبخه تانية، مش كل مره هفرم طماطم. واخدين بالكم معايا؟ يعني انا بعمل بقى بكتر في التخديعه شويه عشان خاطر لو هطبخ تاني تبقى الاكل جاهز عندي اهو. شيل بقى كده. ده حاج الشبشب اهو، اغسله بقى عشان تعمل عصير. وده تعالوا بقى نظبط كده الصلصه بتاعتنا. نحط لها شويه فلفل اسود اهو، حتى اللي هعينها بعد كده بعينها متبله جاهزه ومتملحه وكل حاجه. شويه كمون بسم الله، وشويه كزبره. الكزبره يا حبايبي دي بصراحه انا بعشقها في الاكل، بعشقها 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 كده. وشويه بابريكا. البابريكا كان الكيس هنا يا حاج رشاد. طب لو سمحت الحاج رشاد بيلعب في اللي ملوش فيه. لا البرطمان هنا اهو، بس انتوا عارفين الكسل بقى اللي احنا فيه اهو. اهم حاجه رشه السكر عشان حموضه الطماطم، يعني نص معلقه كده من السكر. حلو الكلام. ونملحها عادي خالص ونسيبها بقى تتسبك مع نفسها. بسم الله.
يبقى حطيت كمون وكزبره وشويه فلفل اسود وشويه ملح وشويه بابريكا. ازيد من كده ما تحطيش. عندي السبع بهارات وكل حاجه، بس انا بصراحه بحب اكل الطبيخ كده زي ريحه زمان، تحس كده بريحه زمان كده وانت بتاكليه. ينفع تحط شويه القشطه دول على الرز؟ بعد ايه بقى؟ بعد ايه بقى؟ خلاص ما عادش يجي منه. بعد ايه بقى؟ عين القشطه واحنا بندس كل يوم اهو. نسيبها بقى تتسبك مع نفسها خالص، تاخد لها كده التسبيكه بتاعتها التمام. اما نعمل للرشاد شويه ملوخيه عشان خاطر ايه نفسه فيها يا حبيبي. تعالوا كده بسم الله. هنشيل بس الخلاط ونجيب الكب. تعالوا الاول كده نفرم بقى فصين التوم دولت. برجع ايه بدل ما ارجع اعملهم على ايدي تاني، يعني بدل ما احطهم في الهون وادقهم اعملهم هنا الاول كده. بسم الله. نجيب الزيتونه بس كده. يبقى كده الايه الطشه بتاعتنا جاهزه وكل حاجه. بسم الله. معايا هنا طاسه هنحط فيها شويه الثوم اللي احنا فرمناهم مع شويه زيت وحته زبده. انا بحب اعمل الملوخيه بحته زبده كده يا جماعه، بتدي لها طعم رهيب. فصين 3 من الثوم كده. الثوم بتاعي انا كنت شارياه بصراحه صغير، رصه صغيره قوي، بتعلنا لما بنيجي نقشره، فبروح جايه حاطاه في الكبه وضرباه، ابص الاقي القشر طلع لي فوق والله العظيم، والثوم تحت واتفرم تحت كده. حطيت شويه الثوم اهمت. معايا بقى هنا الزبده انا مقطعاها بصراحه عشان تبقى سهله معايا في الاستخدام. بس اهو بجيب الفرن ده واروح جايه مقطعاه كده. نحط حتتين من الايه شايفين المكعبات كده واروح جايه مغطياه تاني واحطه على الشبك. وقت ما احب استخدمه في اي حاجه بستخدمه اهو. حبايبي خدي يا حاجه حطه لي في التلاجة. وده خلاص الايه هنحط عليه شويه زيت ونبقى ايه نعملها. تعالوا بقى نشوف البتاع اسمها الملوخيه دي. انا بخزنها ورق، دي انا بخزنها ورق. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الخضار بتاعها؟ تعالى رشاد شوف الفرن كده. فرن اليومين دول بيزهقني بصراحه. الواحد مش مستلذ ليه بقى مش عارفه. حاسه ان في حاجه الموضوع في ان كل ما نيجي نصور في ان يا جماعه الانبوبه تخلص ما اعرف ايه ما ادرك ايه. سمي الله كده يا رشاد واعملها لي. لو كده هنحطها بقى في الفرن اللي بره. بسم الله. شايفين لازم تبقى متلجه كده يا حبايبي. ولو برضو لقيته ورقه لونها كده ولا كده حاسبه حقها هتقلبني ولا ايه. شايفين كده نفرم كده على طول. بسم الله. تبقى كأنك لسه ايه ماسكه الاستند يا حاج ومش مالكه بصراحه. سايبه لكم الفيديو النهارده معانا على الطبيعه، كوارثنا وكل حاجه كده معاكم عادي خالص. احنا معاكم عادي خالص على الطبيعه. بصوا يا جماعه اللي ما خزنش الملوخيه ورق بجد والله العظيم ما اكلش ملوخيه. احلى حاجه في الحياه. شايفين الفرن بيعمل ايه مع رشاد؟ بيعمل الجلاش. بقول لكم النهارده يوم مش طبيعي مش مصدقين. بس شد لك كده بقى. ساعات بقى لما باجي اغسلها ولا حاجه بتبقى ورقه كده محطوطه ناشفه ولا حاجه فملهاش لازمه. شيليها بقى وانت بتعملي كده. بسم الله. عايزه اوريكم لونها وبالذات وهي بايه لما تستوي تبقى كأنك لسه مخرطاها حالا.
بس كده. نجيب الحلة بتاعتنا اللي هنعمل فيها، بسم الله، نفضفها كده. ايه الاخبار يا حاج؟ ربنا يهديه. طيب على الله. الفرن ده يا جماعه، انا عندي الفرن الغاز التاني اللي بره ده، بس والله الله يحمي ده برضو بموت فيه، ما بعرفش ادس غير فيه، اي حلويات ما اعملهاش غير فيه، لو كيكه ما اعملهاش غير فيه، اي حاجه بعملها في الفرن ده بصراحه، ايدي ورجلي. تعالى يا حاج بقى نضف لي الرخامه دي، شيل بقى الملوخيه اللي بايده واي حاجه باقيه. تيا بصوا يا حبايبي، نجيب المغرفه بقى وناخد شويه من الشوربه. اللهم صل على محمد. في الشوربه يا جماعه بتاع الفراخ البلدي، بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه الملوخيه بتاعتك تكون لسه ايه، لما تيجي تضربها في الكبه تكون لسه متلجه، ما تكونش تفك، لو فكت هتبقى مرقه معاك. بس كده متبقاش خفيفه قوي برضو. هنقيت بقى النار دي سيبها بس تاخد غلوه وبعد كده نعمل لها الطشه. بسم الله. عايزه اوريكم اللون 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 اللون. بصوا يا حبايب قلبي اللون عامل ازاي، شايف اللون يا حاج؟ جميله. شايف اللون الملوخيه خضرة كأنك لسه والله لسه مخرطاها. شايفين لون الملوخيه؟ يا جماعه اللي عنده بوتاجاز يا جماعه جيبوا لنا يا جماعه بوتاجاز طلب بالله عليكم. هظبط العين واجيلكم. بصوا يا حبايبي بحمر بقى الطشه، حته الزبده على شويه الزيت على شويه الثوم، وساعه لما تحمر شويه كده بروح جايه احط عليها شويه ايه، شويه كزبره ناشفه. ما بحبش احط الكزبره في الاول كده عشان ايه ما تتحرقش بدري. احمرها كده. عندي الملوخيه، شايفين اللون يا جماعه؟ شايفين لون الملوخيه؟ شايفين اللون؟ وانا متقلاها شويه عشان رشاد بيحب يغمسها بالعيش. الحاج بيصفي العصير بتاع الرمان، وهنا برضو بسم الله التغذية بتاعتي شغاله اهي. تبقى شويه كزبره كده، بسم الله. على فكره انا حدقت ظبطت الملوخيه، حطيت لها ملح وشويه كمون عشان خاطر ما كنتش محدقه الايه الشوربه. انا الشوربه ما بحطش ملح للفراخ الا لما تستوي، عشان خاطر لو خدت سوا ولا حاجه ما تغيبش اكتر من حقها يعني. احنا بصراحه متعودين على كده، في ناس بتحط الملح من الاول وتقول لا كده كده بيستوي الواحد مع نفسها يعني. لا احنا متعودين اي حاجه كبيره شاكين ان هي ممكن سواء بط او اي حاجه بلدي او لحم مثلا احنا قاطعينها من عند الجزار ومش عارفين مثلا هتغيب ولا مش هتغيب، فما بنحطش الملح. انما لو احنا متاكدين ان اللحمه بتاعتنا صغيره او البطه صغيره او الفرخه صغيره ايا كان بقى، فبنحط لها ايه الملح في الاول عادي، ما فيش مشكله. واخدين بالكم معايا؟ انا لحد دلوقتي ما حطيتش الملح للفرخه الا لما تستوي خالص بحط لها الملح. هنا ما كنتش حدقت الملوخيه، حطيت لها شويه ملح وشويه كمون. وهنا الطشه بتاعتي بقى اهي اهي. مش عايزه اقول لكم الريحه بتاعتها عامله ازاي، حاجه كده. اهم حاجه في حته الايه براها حاجه، اهم حاجه حته الايه الزبده. الزبده دي بتطعم الملوخيه قوي بصراحه، وديت بصراحه اختي اللي كانت قايله لي عليها، انا كنت بحط زيت بس قالت لي لا حط زبده بتطعم الملوخيه. شايفين اللون حلو قوي كده. نطفي بقى اهو ونطش على طول، بسم الله. يا ساتر استر يا رب. ليها عرق وربنا كانك لسه مخرطاها دلوقتي حالا، ليها عرق كانك لسه مخرطاها. شايفين المنظر؟
شيل ده بقى كده. عايزه اوريكم اللون بتاعها يا جماعه الخير. شايفين الجمال؟ ومعموله بقى بشوربه فراخ بلدي بقى. دي بتبقى ايه دي؟ كل ما بتعملي فيها كده على فكره بتعمل عرق، يعني كل ما بتنيكي تعرف ترفعي فيها وتعملي فيها كده وتقلبيها بتعمل عرق. عايزه اوريكم اللون بتاعها يا جماعه. حاسه ان انتوا برضو شايفين السخنه مولعه. شايفين اللون؟ انا كنت بقول مش هيطلع خضرا كده على فكره. شوف اللون يا رشاد. شوف اللون. بصراحه اللي ما فرزتش ملوخيه ورق ما فرزتش الملوخيه. لون وريحه كانك بالله لسه عاملاها حالا. يا دوب بس تاخد غلوه واطفي عليها بقى. وعندي بقى هنا لقيت تسبيكه اهي شغاله. بسم الله. على فكره انا بقسم نص التغذيه دي باخدها اعينها استخدمها في اي طبيخ تاني، ونص ده هحط له الايه اللوبيا بس ما تتسبك شويه كمان. حلو الكلام حلو الكلام. شوفوا الرز برضو. بسم الله. بس كده يا دوبك كويس انه انطفى لوحده. الفراخ بقى بسم الله الرحمن الرحيم. لسه لما بتيجي تزوغها كده هتاخد ايه، تاخد لسه ايه زغه جامده. سيبها براحتها خالص. اهم حاجه النار بتاعتها تكون ايه على الهادي خالص. ممكن احطها مطرح ولا ايه؟ ماشي. عايزاك بس تيجي تدوق الملوخيه ده يا حاج. تعالى كده عشان ايه. شوف انا عايزه ملح ما دقتهاش والله ما شفتش، يعني عايزه ملح ولا مش عايزه ملح؟ بسم الله. عايزه تتوهاني عشان اقول لها مش ممكن مش معقول. طب قلنا انت هتكذب؟ لا حقيقي شكلها اصلا باين شايفين يعني. يا جماعه العرق بتاع الملوخيه ولونها كمان باين قوي كمان يعني. بس عليها كده عشان خاطر ما تغمقش معانا. شايفين العرق؟ شايفين العرق بتاع الملوخيه؟ هنشيل بقى ديت دلوقتي خالص. عايزه اوريكم العرق بتاعها. شايفين العرق؟ ما بتتشالش على المعلقه اصلا من كتر العرق. بسم الله يا سيدي سمي الله كده وشوف عايزه ملح ولا ايه. عايزين ملح. انا على فكره ما رضيتش احط مرق دجاج ولا حاجه يا جماعه، لان احنا الفراخ البلدي بتاعتنا سمينه شويه يعني فيها دهن كتير من جوه. اطلع شويه الملح وعلى كده حط لي شويه ملوخيه بقى كانك لسه بقولك مقطفاها حالا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعرق بتاعها ما بيقطعش. طعمها رائع وربنا سكر. طعمها رائع بصراحه. تعالوا بقى ننقش شويه كده من الصلصه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بقى اي طبخه تانية كده انا مستعجله بروح جايه اعملها على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا اللوبيا بقى مصفتها كويس اهي. ننزل بقى كده. خدي يا حاج. غسلت بتشطفيها كمان بعد ما بتعمليها بعد ما بتصفيها. شويه شوربه بقى من بتوع الفرخه البلدي دي. بسم الله. فين يا ابني الفوطه؟ الفوطه يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. حلو كده اهو. اي حاجه وقعت بنشيلها. الطماطم والحاجات دي انا مش بحبها بصراحه في الليل. بس كده تاخد لها غلوه ما بتاخدش سوا لان احنا عارفين ان اللوبيا بتاعتنا ما بتاخدش سوا اساسا. نظبط ملحها بقى لان احنا كنا حاطين ملح. انا كنت حاطه ملح كنتش حاطه للشوربه انما كنت حاطه للتغذيه. بسم الله. عايزه ملح طبعا. بس كده نسيبها بقى تستوي براحتها على نار هاديه برضو يا دوبك غلوتين كده
وندفع عليها ونيجي نقدم الاكل ان شاء الله مع بعض. طول الفيديو طول عليكم سامحوني حبايب قلبي. خلاص كده غرفت الاكل وجوعنا ومش قادرين نتكلم ولا كلمه. عايزين ناكل. والله العظيم. شوف رشاد عامل ايه، حاطط ورقه بقدونس كده على اللوبيا. شايفين اللوبيا لونها عامل ازاي يا جماعه؟ شايفين الرز المعمر بتاع امور؟ بصراحه نفسي تدوقه، والله العظيم نفسي تدوقوا الرز المعمر بتاعي. وده بقى العصير اللي الحاج عامله، عباره عن رمان باللبن وادي الدجاجه المرحومه شويه الشوربه دولت بقى في الصميم، ما تقوليش لعدوك عليهم. شويه السلطه وادي العصير وادي الملوخلوخ. شايفين الملوخيه بقى يا جماعه؟ بذمكم خضره ولا مش خضره؟ والله العظيم ولا الطعم بتاعها خطيره خطيره خطيره. ناخد صوره بقى كده عشان خاطر الايه الجمال ده. ايه رايكم في الاكل بتاع النهارده؟ معلش بقى الفيديو بتاعنا طول عليكم شويه، استحملونا فيه وحطوا اللايك والاشتراك اللي ما اشتركش. وقولوا يا رشا وش دي يلا بابا عشان انا ميت من جوع. طب وانا اعمل له ايه؟ يعني ما اتكلمش معاكم كلمتين؟ بني ادم ده غير طبيعي يا جماعه. ده يعني بصوا بطنه مش عايزه اقول لكم بقى لحد فين. ماشي يا ستي. وانا بقى اكتر منه. يعني الاكل ده يروح فين؟ ده استغفر الله العظيم. ما شغالين حشر على خيرنا. يلا باي باي.